تمام 10 مساء بتوقيت أسماء المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الوترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بكوفيد 19. تجيب الحكومات المحلية يدعو حكام الأقاليم للدفع ببرامج التنمية. تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عند ماسو في الإقليم الجنوبي. مقتل العشرات في هجوم على موقع عسكري وسط مالي. كوريا الشمالية تطلق مغزوفا غير محدد في 9 تجربة صاروخية. جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم السبت في مراكز الفحص في أقاليم الأوسط وشمال البحر الأحمر وعنسبة أظهرت إصابة 7 مواطنين بكوفيد 19. وكانت 3 من الإصابات في الإقليم الأوسط وهم مريضان قادمان من ميعيني ومريض واحد من ميتمناي، و3 إصابات في مصوع بإقليم شمال البحر الأحمر وإصابة واحدة في عتكليزان بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي مريض كورونا واحد من الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بكوفيد 19 في البلاد حتى الآن 9715 شفي منهم 9604 وتوفي 103 مريض، فيما لا يزال 8 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 5 من مارس 2022. دعا وزير الحكومات المحلية السيد ولدن كيل أبرهة حكام الأقاليم للقيام بدور فاعل لإنجاح برامج التنمية والبنية التحتية الجارية بمشاركة شعبية وإدارة قوية. وأشاد في الاجتماع التقييمي لبرامج عام 2021 وبحث برامج هذا العام الذي عقد يوم 4 من مارس بمشاركة حكام الأقاليم الست. أشاد بالمشاركة وقدرة العمل التي تحققت لتنفذ برامج التنمية والبنية التحتية والخدمات الإدارية، داعيا لإدخال أساليب عمل هذا العام في جميع المجالات. وقدم حكام الأقاليم تقارير بشأن الأعمال المنفذة من الشعب والحكومة لحماية التربة وحفظ المياه وتأمين مياه الشرب وتطوير الزراعة وتوسيعها. وأشارت التقارير إلى تنفيذ أنشطة فعالة في الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والاتصالات والكهرباء وبناء وصيانة الطرق المسفلة والترابية ومشاريع المياه، وكذلك سد نواقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وناشد الحكام المجتمع للحذر من انتهاك رسوم الأراضي وعدم تشييد المباني بطريقة غير قانونية ومواصلة الوعي المتنامي لدفع ضريبة المواشي والأراضي. وقدم المجتمعون آراء وتوصيات مساعدة لتنفيذ وإنجاح البرامج الموضوعة. قدم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي جائزة عند ماسو ل388 طالبا حققوا نتائج عالية في امتحانات الشهادة المتوسطة. وحققوا الطلاب نتيجة أكثر من 80% في امتحانات الشهادة المتوسطة وهم دون 11 مدرسة متوسطة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الجنوبي السيد جرماي قبرو أن رفع قدرات الشباب علميا ومهنيا من أهداف الاتحاد الرئيسية. بجانبها أوضح مسؤول التعليم العام في الإقليم الجنوبي الأستاذ تولد أبراهام أن الطلاب حققوا النتائج العالية أكثر من رفقائهم لجهدهم ومتابعة أولياء أمورهم، داعيا لتعزيز مساهمة الأسرة والمجتمع لضمان تعليم جيد وطلاب أكفاء. وقدمت جائزة عند ماسو التي بدأت تقديمها عام 2014 ل 1771 طالبا في السنوات السبع الماضية. نظمت في مديرية مندفرة أنشطة نافرة تنموية تمثلت في رعاية الأشجار في مقبرة الشهداء ونظافة مختلف المؤسسات بمناسبة 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت مسؤولة المرأة في المديرية السيدة تخاءة ولد برهان أن أنشطة تنفذ في مديرية مندفرة تعكس شعار هذا العام القائل الثبات على المبدأ لضرورة مرحلية. كما قام عمال إدارة مديرية مندفرة بأعمال نظافة في مستشفى الإقليم الجنوب المرجعي. وتفقدت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة من إدارات الضواحي والمؤسسات الحكومية في مديرية عصب برامج التنمية الجارية في المنطقة، وقمنا حفل قضاء لأعضاء قوات الدفاع والشركة البحر الأحمر لإنشاءات العاملين في التنمية. وأكدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر في المناسبة على أهمية دور مشاركة المرأة لإنجاح برامج التنمية وتطور البلاد. أعلن مسؤول التعليم في مديرية ترعة الأستاذ إدريس إبراهيم تطور مشاركة الطلاب في مائدة التعليم من عام إلى آخر. وأوضح الأستاذ إدريس أن الجهود الجارية مانحة الريف النائي الأولوية ساهمت في تطور المشاركة وانتشار المدارس حسب المستويات في كافة الإطارات. وذكر بأن حملات التوعية المنظمة بالتنسيق مع الشركاء لعبت دورا هاما، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الطلاب بنسبة 3% والطالبات ب4%. وأضاف قائلا أن برامج محو الأمية وتعليم الكبار جزء لا يتجزأ من تلك الجهود والمساعي الجارية. وقد ارتفعت نسبة المشاركة التي كانت في العام الدراسي 2018 و2019 و877 في 26 نقطة إلى 35 نقطة و1282 مشارك في العام الدراسي 2021-2022. وأوضح فيما يتعلق بالبرامج المستقبلية أنها تشتمل على تعزيز لجنة الآباء والعمل لزيادة مشاركة الرجال المسجلة حاليا في محو الأمية بأقل من 10%، ورفع المشاركة العامة في مائدة التعليم، وحفظ النتائج المحققة في امتحانات الشهادة المتوسطة الوطنية، والعمل لمزيد من النتائج. وتنتشر في مديرية رعتة 5 رياض أطفال و14 ابتدائية و5 متوسطة ومدرسة إعدادية وثانوية. عقد سيمينار لمدراء الضواحي والتنفيذيين المنتخبين الجدد في مديريتي مندفرة وعرزة من أجل تقديم خدمات عادلة وسريعة في أعمالهم. وذكر السيمينار المقدم في مديرية مندفرة على التجارب المكتسبة من الأعمال الإدارية السابقة ونواقصها، داعيا مدراء الضواحي ولجان القرى العمل بقوة لإدارة الأراضي والاستفادة القانونية للأراضي وحل الخلافات في الأراضي قانونيا وسلميا. وذكر مدير مديرية مندفر السيد هزكاس وهبد أنشطة التشجير وحماية التربة وحفظ المياه التي نظمها ونفذها مدراء الضواحي في السنوات الماضية، وداعيا في الوقت نفسه إلى مواصلتها. وقال مسؤول الضريبة الداخلية في مديرية عرزة السيد فريم مسفن في السيمينار المماثل الذي عقد أن تحصيل ضريبة الأراضي والمواشي بمنتخبون من الشعب له مميزات بعد أن كان يجمعها سابقا مدراء الضواحي، داعيا لتقديم المدفوعات الضريبية إلى مكتب الضرائب في أسرع وقت. من جهته أوضح مدير مديرية عرزة السيد رؤسهم كفلة مريم المدراء المنتخبون تقديم خدمات إدارية سريعة وفعالة والدفع بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه. ونادى مدراء الضواحي لمواصلة دعم إدارة المديرية والسكان. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قتل 27 جنديا وأصيب 33 آخرين في هجوم شنه مسلحون ضد معسكر موندورو وسط مالي. وأعلن الجيش المالي في بيان مقتل 27 من عناصره وإصابة 33 آخرين بينهم 21 في حالة خطرة، وذلك بعدما هاجم مسلحون المعسكر، مؤكدا أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 47 مسلحا. ولفت البيان النظر إلى أن قواته تمكنت خلال تمشيطها لمعاقل المسلحين من تصفية 23 عنصرا، مضيفا أن 7 من الجنود النظاميين ما يزال في عداد المفقودين. كما أشار إلى أن معسكر موندورو القريب من الحدود مع بوركينا فاسو كان قد تعرض في السابق لعدة هجمات مسلحة، مفيدا أن الهجوم
أن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ أشهر. وأعلنت الرئاسة في مال الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم. أطلقت كوريا الشمالية على الأقل مقذوفا واحدا غير محدد وفق ما أعلنت جيش كوريا الجنوبية، ما قد يشكل 9 تجربة صاروخية لبيونغ يانغ منذ بداية العام. وأفادت هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة في بيان أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه الشرق دون تقديم مزيد من التفاصيل. ويذكر أن كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت تجربة بالغة الأهمية لتطوير قمر اصطناعي لأغراض الاستطلاع. ورغم العقوبات الدولية الصارمة جدا، أجرت بيونغ يانغ عددا قياسيا من تجارب الأسلحة في يناير قبل أن تعلق تجاربها خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. ويشكل تطوير قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري مع أسلحة فرد صوتية اختبرت قبل فترة قصيرة أحد الأهداف الرئيسية التي أعلنها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون العام الماضي في مجال الدفاع. انطلقت المحادثات بين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي مع طهران وسط أجواء من التفاؤل الحذر بإمكان التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي. ووفق وكالة الأنباء الرسمية، التقى جروسي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي، وأشار المصدر إلى أنه سيلتقي في وقت لاحق وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. يذكر أن جروسي وصل إيران في زيارة تأتي بموازاة الجهود التي تبذل في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم في 2015 والتي بلغت مراحل حاسمة. وأبرم الاتفاق بين إيران وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، وهدفت من خلاله الدول الغربية إلى ضمان عدم تطوير طهران لسلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام. في الختام تذكير بأبرز العناوين. أصاب 7 مواطنين بكوفيد 19. وزير الحكومات المحلية يدعو حكام الأقاليم لدفع برامج التنمية. تكريم الطلاب المتفوقين بجائزة عند ماسو في الإقليم الجنوبي. مقتل 27 جنديا في هجوم على موقع عسكري وسط مالي. كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدد في 9 تجربة صاروخية. جولة جديدة من المحادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي الإيراني. هكذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.